انا كنت بقعد في ايام يعني ما كان معانا كابتن جهاد جريشه في كوره بلس، كنت بتناقش معاه في حاجات، يعني من حاجات يعني ساعات بغير رايي في حاجات بناء على حاجات برضو انت لازم نفهمها في القانون. كان في يوم، عشان انا هشرح بس ليه ضربة جزاء اللي على الاهلي بتاعت بيكهام ضربة جزاء، والكوره اللي هو بيطالبوا بيها بتاعت طاهر اللي فيها تنافس على الكوره. لا انا عايز اشرح بس، ماشي. اصل انا كان الحادثه كانت اوضح من كده. بس دي سياسه التتويه، يعني ان انا هحط حاجات كتير عشان اسيج ما ده هي- السكه. بس عشان تبقى واضحه برضه، ماشي. عشان يبقى الوضوح، عشان ما هو في ناس صح صح بتقول صح. الدفعه يلا بينا. خلاص يعني كده. كان في يوم مش السنه اللي فاتت، الموسم اللي قبليه، الزمالك كان بيلعب مع سيراميكا بالمناسبه برضه، والاهلي كان بيلعب مع فاركو. الاهلي اتحسبت له ضربه جزاء لموديست، وفي نفس الوقت كان لنا احنا كوره تقريبا كانت لناصر ماهر، او يعني فيها الدفعه دي. فاتكلمت مع كابتن جهاد الكورتين دي اتحسبت ولا اتحسبتش؟ بتاعت الاهلي اتحسبت وبتاع. كانت الاهلي كانت كوره ثابته ومرفوعه على الموديست ومدافع فاركو زاد. شرح لي الفكره جايه منين. قال لك ان كل ما انت في كره الزمالك التنافس بالكوره بالدراع كده، ده تنافس على الكوره. طول ما هي الكوره انا ممكن كمدافع اعمل كده عادي كده. قصدك تلزق في جسمه تقوم زي كده ده عادي، ده ولا اجي من اول لحظه وانا لا كده يعني كده الزق الكتف جسمه كده والكتف وزق كل ده الالتحام الطبيعي في كره القدم اللي بتفرق على الالعاب التانية زي السله والحاجات دي. كره فاركو كانت كده بوش بكلتا اليدين. قال لي دي ايا كانت بتتحسب على طول. دي كده على انت تقصد ساعتها كان القرار بتاع مود الصح، قرار اللي ضد الزمالك ما حصلش الزمالك انها صح برضه كانت كده عشان كان التنافس كده. بس بشرح الناس يعني حتى خليفه بيطلع يقول دلوقتي صح ما قرارات مثلا. تمام كويس. فكانت هي دي كانت الحادثه بالظبط. النهارده انا بشوف الماتش تفهمت جدا اما شفت الاعاده. ما انا فاهم بقى، ما انت الراجل شرح لي القاعده ان بالمكاتفات والزقه اللي هي كده دي بس تنافس ريست كده الحته دي يعني. لا كده هنا بكده دي عادي. انت بتعمل كده وبتزق كده طول ما احنا قريبين من بعض انا عادي بستخدم قوتي البدنيه ان انا اخد منك الكوره حاجات زي كده. الدفع كده الدفع او بايد واحده كده لو ايد واحده مفروده. انما كلتا اليدين بتتحسب مفروده بقى مش مفروده. كلتا اليدين ده زقه، يد واحده لازم تبقى مفروده كده. انما لو دي كده عادي بتتحس القوه، الحكم بيحس القوه دي على فكره حتى في الطرد لما حاجه لعيب بيبقى تاني رجله غير فارد رجله بالظبط. فكده النهارده وانا بشوف كوره طاهر اللي في البدايه، الكوره طولت من طاهر وطبعا لعيب سيراميكا بيكتفوا كده بيخش معاه اللي هي المكاتفات اللي في كره القدم. فكنت عارف ان مفيش استدعاء فار، ما فيش حاجه، مفيش زقه بهدفها، ما فيش حاجه اللي هي التنافس الطبيعي حتى والله العظيم. يعني انا اصلا انا بص اقول لك حاجه، انت عايز تكمل؟ لا انا هقول لك بقى بتاعت الاهلي دي قول اللي هي على بيكهام. كنت متاكد مليون المية ان هيبقى فيها استدعاء فار. طبعا وانت بتشوف صوره المباراه من غير اعادات، في الاول الاهلي كان بيطالب بضربه جزاء في نفس الكوره دي في اللحظه الاولى اللي هو بن شرقي سددها، وكان عثمان اللي هو اوتاكا شيربو اوتاكا في اول لحظه. طبعا في الماتش دي ممكن تقول ده ممكن تتحسب، فاحنا مستنيين الفار، مستنيين نشوف دي اول اعاده مليون المية بتاعت عثمان مش هتحسب. ايده كده جايه في ايده كده. أيوة. يعني فاهم جايه في ايده كده وهو كده في ايده جزء جسمه، ف100% مش محتاجه مراجعه. في اول اعاده الكوره الوحيده اللي كانت محتاجه مراجعه في الجيم هي الكوره دي. فمش ممكن زقه بكلتا اليدين والحكم تجاهل القانون تماما. في ناس بتقول كمان ان كان في عرقله، بس انا بالنسبه لي في مخالفه واضحه. انا ممكن عرقله بقى دقه والرجل، في مخالفه دفعه بكلتا اليدين محسومه. انا بقول لك سامحها مليون المية ان كلتا اليدين دي اي واحد بيعمل ايدين الاثنين كده في الملعب بتتحسب عليه على طول.